بيبدأ فيلمنا مع النمس الجميل واللي بيكون بيدور دايما على البندقية بتاعته. بس المرة دي بتدور معاه نمساية جميلة، وأول ما يشوفها النمس بيقع في غرامها على طول. وبنرجع لماني بطل القصة بتاعتنا، واللي بيكون ماسك طبق مية سخنة عشان خاطر أني بتولد. ومن كتر ما هو بيجري ومستعجل وخايف طبق المية السخنة بيقع منه، وفي الآخر بتطلع أني مش هتولد ولا حاجة، وإن دي مجرد خبطة من الجنين بس، فبتسيبهم باقي الحيوانات وتمشي. وبعدين بيكتشفوا إن تيجو مش في وسطيهم، وفي الوقت ده تيجو بيكون في ناحية تانية خالص بيدور على الفريسة بتاعته وبيجري وراه عشان ينقض عليها، بس الغزالة بتهرب منه وبيقعد تيجو يرتاح من الجري لأنه تعب جدا. نرجع لماني وماني بيكون مبسوط قوي بالمولود الجديد، وبيجهز له مكان جميل مليان لعب وزحاليق، وبيحاول يوفر له كل سبل الأمان والراحة. وبعدين بيعدي تيجو وبيلاحظ ماني إن هو متضايق، فبيقول له تيجو إنه زعلان إنه ملحقش الفريسة بتاعته، وإن هو فقد مهارته كنمر، وإن هو لازم يسيبهم ويروح لقطيع النمور بتاعه. وبيجي سد يلاقي تيجو مشى من ناحية وماني وآني مشوا من ناحية، وهو بيفضل لوحده. وفجأة سد بيقع في حفرة كبيرة وبيلاقي نفسه في مكان مليان تلج، وبيكون لوحده وبيبص على جنب بيلاقي 3 بيضات كبار محدش قاعد جنبهم، وبيفضل ينده محدش بيرد عليه. وبيرسم على ال3 بيضات عينين وبق وبياخدهم معاه بره الحفرة وبيعتبرهم أولاده. وفجأة البيض بيتزحلق منه على الجليد، وكل بيضة بتروح في اتجاه، هو بيفضل يجري وراهم. وفي بيضة بتقع منه بس آني بتلحقها. وماني وآني بينصحوا سد إنه يرجع البيض مكانه عشان هو كده سرقه، وإن زمان صاحبه بيدور عليه. وبيكون سد زعلان عشان هو حاسس بالوحدة، وبيقول لهم إنه في يوم من الأيام هيكون أسرة جميلة، وهياخد سد البيض وهيحاول يرجعه مكانه، بس هيرجع في قراره. وفي الوقت ده هيحصل هزة أرضية جامدة في المكان اللي كان فيه البيض، وبيصحى سد من النوم بيلاقي ال3 بيضات فقسوا وطلع منهم 3 ديناصورات صغيرين، وبيفتكروا إن سد أمهم. وسد بيكون مبسوط وبيقعد يلعب معاهم، ولما يجوعوا بيحاول يشغلهم فبياخدهم على مدينة الملاهي بتاعت ماني. ولما فتح باب الملاهي كل الحيوانات دخلت تلعب في الملاهي وكسروا كل حاجة هناك، وظهرت الديناصورات الكبيرة وبدأت تاكل الحيوانات اللي في الملاهي. وسد قعد يشرح لماني هو عمل كده ليه، فماني قاله ان لازم يرجع ال3 ديناصورات مكانهم. وماني كان زعلان من سد جامد وقعد يزعقله، وفجأة تتهز الأرض ويطلع صوت جامد قوي، والأشجار من حواليهم تتهز وتقع، وكل الحيوانات بتتخض وبتخاف، واللي بيكون ديناصور كبير والديناصورات الصغيرة دول عياله. بس سد بياخد الديناصورات الصغيرة وبيخبيهم تحت صخرة، وبيحاول ان يحميهم ويطمنهم. وبيجي ديناصور صغير من كتر ما هو خايف فبيصرخ، فبيجي الديناصور الكبير بيسمع صوته وبيشيل للصخرة وبيبصلهم بكل غضب. وسد بيحاول يحط ايده عليهم عشان يحميهم، فماني بيقوله ان لازم يسيب الاطفال علشان دي امهم، بس هو بيفضل متمسك بيهم. فبتغضب الديناصورة وبتاخد سد والاطفال معاها، وبتمشي بين الحيوانات، فبيشوفها ديجو انها ماسكة سد. وبيفضل ماني وآني والفارين بيبصوا على اثر الديناصور عشان يعرفوا مكان سد فين، وهم بيدوروا على سد بيلاقوا كهف مخيف وبيلاقوا مليان هياكل ديناصورات، وبيفضلوا ماشيين المكان لآخره وبينادوا على سد، وبيلاقوا نفسهم طلعوا من الكهف ولقوا نفسهم في مدينة تانية خالص، مكان كبير وجميل ومليان خضرة ومليان تنانين وحيوانات وديناصورات. والديناصورات أحجامها كبيرة جدا، أكبر من الديناصور اللي أخد سد. وماني وآني والفارين واقفين وبيبصوا على الجمال ده كله، وهم واقفين بينط عليهم ديناصور كبير وبيصرخ بعلو صوته، فبيقع الفارين على الأرض، فبيجي دييجو ينقذهم وبيجري بيهم. بيستغربوا منه لأنه ما مشاش وراح القطيع بتاعه وقعد يدور على سد، وبيفضلوا يجروا لنهاية الجسر والديناصور بيجري وراهم. فآني بتاخد شوية حشائش من الأرض وبتحاول تجذب ديناصور تاني نباتي، وهو بياخد الحشائش بينطوا كلهم على رقبته عشان يوصلوا لمكان تاني، فبيقعوا وبيلاقوا نفسهم في مكان تاني مليان ديناصورات أكبر من المكان الأولاني، وبيجي حيوان وينقذهم واللي بيكون بعين واحدة وبيكون اسمه بق، وبيقول لهم إن هم في مكان مخيف ومليان حمم بركانية، والمكان مليان مخاطر كتير وديناصورات أكبر. وبيقول لهم إن في المكان ده وحش كبير اسمه رودي، بس هما مهتموش بكلامه وفضلوا يدوروا على سد. وفجأة آني بتقف فبيعرف ماني إنها جعانة، فبيمشي ماني وتيجو عشان يجيبولها أكل.
وبيروح ماني قدام زهرة جميلة علشان ياخدها ويديها لآني، بس الزهرة بتبلعهم هما الاتنين. وطبعا بيظهر بق واللي بينقذهم من الوردة المخيفة ديت، وبتقوله آني انه لازم يدور معاهم على سد. وبنرجع للديناصورة الأم الكبيرة اللي أخدت سد، فبتمشي بيهم وبتحط الأولاد على الأرض وبتحاول تهجم على سد، بس الأولاد بيقفوا لها. وبق بيحاول يساعدهم فبياخدهم على وادي اسمه وادي الموت، وهو في ممر كبير بيحاولوا يوصلوا من خلاله للغابة. بس المشكلة وهم بيعدوا لازم يكتموا نفسهم علشان في غازات بتطلع ممكن تموتهم. وبك حاول يخلي ألي تعدي بالسلامة، بس باقي المجموعة ما قدرتش تكتم نفسها وشموا الغاز السام، وكلهم جالهم هستيريا ضحك، بس الضحك ده بيؤدي للموت. وبك وهو بيحاول يساعدهم بيشم هو كمان الغاز، فبتضطر آلي إنها تخش جوه عشان تنقذهم. وفي الآخر استعادوا كلهم وعيهم ورجعوا عشان يدوروا على سد. وبتيجي الديناصورات الصغيرة بيكونوا جعانين، فسد بيجيب لهم خضار وبيحطوا قدامهم، بس هما مش بيرضوا ياكلوه، فبتيجي أمهم تجيب لهم لحمة وبياكلوها. وبيسمعوا صوت جامد قوي، فبتخاف الأم على أولادها وبتدخلهم مكان تاني، وسد طبعا بيروح معاهم. وبنرجع للقطيع بتاع ماني اللي قرروا ان هم يفضلوا في حتة علشان تعبوا، وبيحكي لهم بق عن مغامراته وان هو قابل الوحش وخلع له عينه، وان هو انتصر على الوحش واخد السنة بتاعته وعملها سلاح. وبيقول لهم ان الوحش ده كبير قوي وان رجليه ضخمة جدا وبتخبي اي اثر على الارض. وبنرجع للديناصورة الكبيرة اخدت ولادها وسد حطتهم في كهف وخبتهم بديلها علشان تحميهم. وبنرجع للقطيع بتاع ماني اللي صحوا من النوم وفضلوا يكملوا للبحث عن سد، وبيروحوا للمكان اللي كان فيه سد والأطفال قبلها بيوم. بنرجع للنمسا الجميلة اللي بتصحى من النوم بتلاقي نفسها في حضن النمس اللي كانوا بيدوروا على البندقية، وبيكون حماها من الحمم البركانية الكبيرة، فبتبدأ بينهم قصة حب جميلة. وبنروح لآني اللي تعبت من الحمل وقعدت شوية في مكان عشان تستريح، وفجأة تهجم ديناصورات صغيرة على الصخور اللي موجود عليها القطيع، والصخور كلها بتقع والقطيع كله بيقع ما عدا آني. وفجأة آني بتصرخ وبتقول إنها بتولد، وهم هناك بيسمعوا صرخة سد واللي بيكون خطف رودي، فبيقرر باك انه يروح لسد علشان ينقذه، وبياخد معاه الفارين وبيسيب ماني وتيجو مع آني عشان يسيبوها تولد. وسد بيهرب من الوحش الكبير رودي بيلاقي نفسه وسط الحمم البركانية، فبيظهر باك والفيران علشان ينقذوه، وبتيجي الديناصورات الصغيرة وبتهجم عليهم وبيتصدر لهم ماني وتيجو، وبيحاولوا يبعدوا الديناصورات الصغيرة عن آني وهي بتولد. وتيجو بيكون مبسوط لأنه بيحس إن قوته رجعت زي الأول. وبيجي باكو بيحارب التنانين الصغيرة علشان ينقذ سد من الحمم البركانية، وبينقذه على آخر دقيقة، وبياخد سد وبيرجعه للقطيع مع ماني وتيجو. ومن تحت بتبص عليه الديناصورات الصغيرة وبتبقى زعلانة إن هو ما ودعهمش، وبيفرح ماني لما بيشوف بنته اللي ولدتها آني. وبيظهر تيجو وسد في الوقت المناسب وبيباركولهم على البنوتة الجميلة. وفجأة بيهجم عليهم الوحش رودي وبيجي يقف قدامه باك علشان ينقذهم، فبيدخلوا آني والبنوتة الصغيرة في مكان علشان يحموهم، وبيروح باقي القطيع علشان ينقذ باك، وبينجحوا انهم يربطوا الديناصور الكبير ويوقعوه، لكن بيقوم تاني وبيهجم على سد، وبتيجي الديناصورة الأم وبتنقذ سد من ايد الديناصور الضخم الكبير وبتوقعه من الجسر وبيموت. وبيودع سد الديناصورات الصغيرة وبيقنع ماني والقطيع باك انه ينضم ليهم للقطيع بتاعهم، وبك بيفكر انه يروح معاهم، بس بيرجع في كلامه في اخر وقت لما بيسمع صوت الوحش رودي، وبيقرر انه يفضل في العالم بتاعه، وبيرجع القطيع لمكانه في الجليد، بس المرة دي معاهم بنوتة جميلة.